انت نايم في امان والدنيا كلها ساكنة وبتحلم حلم جامد ومش عايز تصحى، ومرة واحدة يقلب لكابوس. ايه اللي بيحصل؟ وليه بتحلم بكوابيس مرعبة بالشكل ده؟ مين اللي بيختار تفاصيل الكابوس؟ اللي هقولهولك دلوقتي ممكن يغير فكرتك عن الأحلام تماما. الكوابيس مش مجرد حلم وحش زي ما الناس بتقول، دي نوع من الأحلام بس بيكون فيها خوف أو قلق شديد. أحيانا بيصحيك من النوم مفزوع، والعلماء بيسموها اضطرابات الكوابيس لما تتكرر كتير. لكن الحقيقة إن جسمك بيتعامل معاها كأنها تهديد حقيقي. يعني لما تحلم إنك بتقع، قلبك بيدق بسرعة، نفسك يتسرع، عضلاتك تتشنج، المخ مش بيفرق بين الحقيقة والخيال. أثناء النوم بنمر بمراحل مختلفة، وأهمها اسمها REM Sleep، وهي المرحلة اللي بتحصل فيها الأحلام. المخ في اللحظة دي بيكون نشيط جدا وبيبدأ يعالج الذكريات، المشاعر والمواقف، ولو في توتر أو قلق أو صدمة بيبدأ يركبهم على شكل حلم مرعب. يعني الكابوس مش عشوائي، ده ترجمة مشوهة لمشاعر ومواقف حصلت لك بالفعل. في ناس بتحكي إنها كانت بتحلم بنفس الكابوس كل أسبوع. واحدة منهم قالت إنها دايما بتحلم إنها محبوسة في أوضة ضيقة بدون باب، ولما راحت تعمل جلسة علاج نفسي اتضح إن دي رمزية لحياتها، إنها حاسة بالضغط ومسؤولة عن الكل ومش قادرة تتنفس. وبعد ما بدأت تحل مشاكلها الكابوس اختفى. يعني ببساطة الكوابيس بتحكي قصة بس بلغة غريبة. في أنواع كتير من الكوابيس وكل نوع له معنى. كوابيس السقوط، شعور بفقدان الأمان أو سيطرة. كوابيس المطاردة، هروب من مشكلة أو مشاعر مش قادر تواجهها. كوابيس الاختناق أو الصمت، خوف من التعبير أو عدم القدرة على المواجهة. كوابيس الموت أو الجنازات، غالباً مرتبطة بتغيير كبير في حياتك. الكوابيس مش بتخوفك وخلاص، هي بتحاول تقولك في حاجة جواك محتاجة تتفهم. الجزء المدهش اللي بيختار الكابوس هو انت، او بمعنى ادق عقلك الباطن. العقل الباطن هو المسؤول عن تخزين الذكريات والصدمات والمشاعر اللي مش بتفكر فيها كل يوم. يعني لو حصلت لك حاجة وأثرت فيك وانت صغير، ممكن عقلك يقرر يعرضها فجأة وانت نايم، بس بشكل رمزي ومرعب. مش لازم الكابوس يعرض الحدث حرفيا، ممكن يعبر عنه بسقوط او مطاردة او فقدان السيطرة. هتتفاجئ لما تعرف إن العلماء بيقولوا إن الكوابيس أحياناً مفيدة. ليه؟ لأنها بتساعدك تواجه مشاعرك بشكل آمن وانت نايم، بتطلع الخوف المكبوت وبتديلك فرصة تراجع نفسك. أشبه بروفا للمشاكل اللي لسه جاية، وده اسمه في علم النفس Nightmare Rehearsal Theory. فالمرة الجاية اللي تحلم فيها بكابوس ما تخافش منه، اسأله انت بتحاول تقول لي ايه، واكتب حلمك، حلله وشوف الرسائل اللي وراه. لأن الكوابيس مش دايما أعداء، ساعات بتكون إنذار مبكر أو رسالة من جواك.